والله يا جدعان اللي حصل ده ما يتصدقش. جوزي وصاحبه الدنيا اتقلبت فوق وتحت. دي حكاية أغرب من الخيال، عمري ما شفت زيها في حياتي. أنا اتجننت واتعقدت. عارفين يا جماعة، حكاية النهاردة دي من أحلى وأجمل القصص اللي ممكن تسمعوها. اسمعوها للآخر عشان تاخدوا العبرة منها. دي درس لكل واحد بيتعلم. أول ما شفت معتز صاحب عمرو جوزي بصراحة اتلخبطت. كان في حاجة مختلفة. ولما لقيت عيني بتيجي عليه كتير بقيت أقول لعمرو: اعزم صاحبك ده عندنا دايما. عمرو طبعا ما كانش فاهم حاجة، بس أنا كنت ألح عليه إنه يعزم معتز، وأنا اللي أعمل العزومات وأخدمهم. بصراحة ما كنتش أعرف إن قلبي هيتعلق بيه وهيبقى حتة مني. أيوة، ده اللي حصل. الحكاية بدأت لما عمرو بقى يعزم معتز كل فترة، يعني كل أسبوعين 3 يجي عندنا البيت يشرب شاي ويتغدى وساعات يتعشى. أنا كنت متجوزة بقالي 2 سنين، وكنت بحب عمرو وهو بيحبني، وما كانش لينا غير بعض في الدنيا دي. بس الموضوع زاد عن حده. بقى معتز بيجي كل أسبوع، وكنت بحاول أقول لنفسي: عادي، صداقة رجالة. بس كان في إحساس غريب بدأ يتسلل لقلبي، إحساس إني مبسوطة بوجوده أكتر من اللازم. كنت بلاقي نفسي بجهز عشانه، بختار لبس معين، وبهتم بأصغر التفاصيل في شكل البيت عشان يعجبه. دي حاجات عمري ما كنت بعملها لعمرو، كنت بعملها بشكل تلقائي من غير ما أفكر أو حتى أعي نفسي باللي بيحصل. بدأت أكلم عمرو وأقول له: ما ينفعش كده، قلل العزوماتي في البيت. المشكلة إني أنا اللي كنت بخدمهم، بأجيب الشاي والأكل وابتسامتي على وشي. مرة في مرة معتز لفت نظري، وبدأت أبص له بطريقة غريبة، وهو كمان كان بيبص ليا بنفس النظرات، خصوصا لما عمرو ما يكونش واخد باله. الموضوع زاد أكتر، فرجعت كلمت عمرو تاني وقلت له: قلل زيارات صاحبك هنا في البيت، ده غلط. قال لي: ملكيش دعوة، ما تتدخليش في خصوصياتي، ده صاحبي. الكلام ده وجعني. كنت بحاول أحميه وأحمي بيتي، وهو شايف إنها مجرد غيرة وتضييق عليه. كان بيتعامل مع الموضوع بكل لا مبالاة، وكان شايف اللي بقوله ده مجرد هواجس نسوان. أنا مش ضد إنك تعزم صاحبك في البيت، بس مش كل شوية، وما تنساش إن ليك زوجة. بصراحة مش كل الصحاب ينفع نقول عليهم صحاب، في صحاب بيبقوا غدارين وخاينين. الزمن ده ما بقاش فيه أمان، كل واحد بيقول يا نفسي ومصلحتي، بقى نادر تلاقي حد تثق فيه. كنت بحاول أفهم عمرو النقطة دي، بس هو كان مستسلم لصداقته، وكان عينه عمي عن كل حاجة تانية. كان بيقول لي: ده زي أخويا. بس أنا كنت شايفة إن الإخوات دول ما بيدخلوش بيوت بعض كل يوم، ولا بيقعدوا ساعات طويلة، ولا بيبصوا لمرات الأخ بالطريقة دي. جدار الثقة بيني وبين جوزي كان بيتهد حتة حتة، وهو ولا هنا. الموضوع وصل إنه بقى بيدي كل 3-4 أيام، بقيت بتوتر وأنا بستناه، وافرح لما يجي وازعل لما يمشي. كنت بستنى رنة الجرس، وكل ساعة تمر من غير ما أشوفه كانت صعبة. عمره في يوم اتأخر من الشغل وكان عازم معتز، ومعتز سابقه على البيت وخبط على الباب وقال: أنا صاحب جوزك. دخل البيت وقدمت له شاي، بس نظراته كانت غريبة، نظرات مش كويسة، نظرات فيها جرأة ومش مريحة. بدأ يسألني عن تفاصيل حياتي مع عمرو، ويشتكي لي من وحدته، ويحكي لي حاجات شخصية جدا، وأنا زي الهبلة كنت بجاوبه، يمكن عشان حسيت إن في حد بيسمعني، حد بيقدرني، عكس عمرو اللي اختفى من حياتي. ومع كل زيارة معتز كان بيقرب أكتر، وبيكسر حواجز كتير بينا، لحد ما جه يوم أنا شديته وتعلقت بيه، وهو حبني، وابتدينا نقابل بعض من ورا عمرو. بقيت مش شايفة عمرو خالص في حياتي، ما كنتش شايفة غير معتز. استغربت، إزاي علاقتنا وصلت لكده؟ وإزاي أنا اتغيرت كده؟ كنت تايهة بين إحساس بالذنب وإحساس بالسعادة اللي كنت مفتقداها. أنا كنت بنصح عمرو كتير: اللي بتعمله غلط، ولو كررته تاني هطلب الطلاق. بس هو ما كانش بيسمع، كان شايف إنه بيته وهو حر فيه. قلت له: مش على حساب مراتك، بس مفيش فايدة. كان مش فارق معاه، وكان عايش في عالم تاني، عالم الصداقة اللي ضيعنا كلنا. بصراحة أنا بدأت أتعامل مع معتز كجزء من حياتي، والمفاجأة اللي عمري ما توقعت يحصل: أيوة، أنا وقعت في المحظور، وحصل بينا اللي ما يتقالش. بس كل ده بسبب عمرو، هو السبب، هو اللي ساب الباب مفتوح، هو اللي ما كانش شايفني ولا حاسس بيا.
الموضوع ده استمر 4 سنين، 4 سنين خيانة، لحد ما في يوم شافنا بالصدفة ماسكين إيدين بعض في مكان عام. كان صدمة كبيرة ليه. قال لي: إزاي تعملي كده؟ قلت له: أنت السبب. ولما واجه معتز كذب وحاول يبرر، بس ما نفعش. والمصيبة، عمرو قال لي: ده صاحبي، يعمل اللي هو عايزه. ساعتها عرفت إن الراجل ده ما ينفعش يكون جوزي. طلبت الطلاق. قال لي: مش هطلق، هسيبك معلقة. دخلت في مشاكل ومحاكم، بس الحمد لله قدرت آخد حريتي. بس معتز ما ينفعش، لأنه خاني وخان صاحبه. أنا يمكن نزلت القصة دي علشان تقولولي أتصرف إزاي. أنا عارفة إني غلطت، بس كمان هو السبب. بتمنى إن كل واحدة تسمع القصة دي تفهم إن مش كل الناس ينفع يدخلوا البيت، ومش كل صاحب يبقى أهل للثقة. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتراك، واستنوني في قصة جديدة من قلب الواقع. مع السلامة يا حبايب قلبي، في رعاية الله وأمنه.